ايه رأيكم لو اعمل معاكم النهارده صينيه كده من الاخر؟ حاجه كده بصوا يعني قمر قوي، تجنن بجد. هنعمل الجلاش او البقلاوه بحشوه فعلا مميزه. الحشوه دي حصري عند مروه وبس. تعالوا بينا نشوف هنعملها ازاي، وهيطلع معاكي بيرفكت. هيطلع الحشوه تجنن وماسكه وما بتقعش خالص، وفي نفس الوقت الجلاش بيقرمش ويجنن. اول حاجه هنعملها مع بعض الشربات. 3 كوبايات من السكر، كوبايه ونص من الميه. هتسيبيهم 3 4 دقايق على النار، وبعد كده هتحطي عليهم عصير نص ليمونه، وبعد كده بتسيبيهم 7 دقايق وتطفي عليه وتحطي كيس من الفانيلا وتسيبيه يبرد تماما. شربات الجلاش او البقلاوه لازم يكون تقيل وبارد تماما عشان تاخدي جلاش مقرمش كده، وقرمشته كده تجنن. تمام كده. الحشوه بقى بص اختراعي انا والله. ربع كيلو من السوداني، هبتدي ان انا ابشره او ان انا اعمله في الكبه. عايزه اجرشه خالص اخليه بودر. تمام كده. هحط عليه كمان معلقتين كبار من السكر البودرة، وهبتدي ان انا احضره. تمام كده. ضربت كويس جدا، انا مش عايزاه قطع، انا عايزاه بودر تمام عشان الحشوة تكون مظبوطة زي ما انتوا شايفين كده. في نفس الكبة حطيت 200 جرام من البسكوت. اي والله من البسكوت، ما تستغربوش خالص الوصفة، مش قلت لكم اختراعي؟ برضو هضربهم كويس جدا، عايزاه بودر. وده بيكون شكله. هنزل بالمكونات بالشكل ده. عليهم بقى معلقة كبيرة من الكاكاو، رشة صغيرة جدا من القرفة، بس مش عايزة اقول لكم بتودي الحشوة في حتة تانية خالص. يعني بصوا يا دوب كده على ربع معلقة صغنونة قوي. تمام. كوباية كمان من جوز الهند، ويفضل طبعا الناعم مش الخشن. ونص كمان مع كوباية من السمنة. وبكده حشوتنا التحفة دي جاهزة. الحشوة دي قنبلة خطيرة. هنجيب بقى لفة الجلاش، ولازم تكون طازة، بلاش البايتة او بتاعة الفريزر. هاتوها كده من عند السوبر ماركت او الفرن، تكون طازة بالشكل ده. حطي بقى وما تبخليش، كتري. الحشوة معانا ما شاء الله كتير جدا. هناخد ورقتين ورقتين من غير توريق ومن غير ما نعمل بالسمن بين الطبقات ومن غير اي حاجه، حتى الصينيه مش مدهونه اي حاجه خالص. تمام كده. تقدري تعمليها تلت وتلتين بالشكل ده علشان تتحمل الحشوه التحفه بتاعتنا دي، وهتعمليها رولات بالشكل ده. هنلف بقى الكميه بتاعتنا كلها بنفس الطريقه، وتقطعي بقى المقاس اللي يناسبك. انا الحقيقه بحب اقطعها زي البقلاوه، يعني القطعه على قطمتين بالظبط، مكعبات صغيره كده. تمام. حطيت بقى كوباية تقريبا او كوباية وربع من السمن. السمنة لازم تكون كتيرة، ادوها حقها يا جماعة من السمن. الجلاش الحلو يعني سمنة حلوة. تمام. ما تقللوش السمنة عشان ما تطلعش معاكي مش مظبوطة. درجة حرارة 200، بتاخد تقريبا نص ساعة، بتطلع سخنة. والشربات تقيل وبارد زي ما انتوا شايفين. عارفين اول ما يتحط كده هيعمل تش؟ عارفين التش دي؟ هي دي اللي احنا عايزينها. بتسيبوه بقى يبرد تماما بالشكل ده، ما تغطوش عليه خالص علشان الجلاش يبقى مقرمش كده، القرمشه اللي انتوا بتحبوها. يجنن يا جماعه، خطير. الريحه والشكل والطعم بصوا حاجه كده قمر قوي. هبتدي ان انا بقى اطلعه بالشكل ده في اطباق. بصي بقى القطمه بتودي في حته تانية خالص، بتنسيكي همومك كلها. لازم بجد تجربوها وتجربوا حشوتي. الحشوة دي بجد حصري عندي انا وبس. لو جربتوها وعجبتكم اكتبولي في الكومنتات وعرفوني على نفسكم، وقولولي من اي بلد انتوا بتتابعوني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. باي باي.